من فترة حصلت حاجة نادرة، ست جزائرية عندها 70 سنة عملت أشعة مقطعية ثلاثية على البطن، لقوا المنظر ده كان مفاجأة للدكاترة. دي حاجة اسمها لايثوبيديون أو الجنين المتحجر. الست دي من 30 سنة كانت حامل، بس كانت حامل خارج الرحم، كان الحمل في البطن مش في الرحم، والجنين ما كملش. سؤالنا دلوقتي، هل ممكن يحصل حمل بره مكانه اللي هو بره الرحم؟ انا دكتور احمد بدر الدين، اخصائي نساء التوليد والحقن المجهري، وهنتكلم النهارده في الفيديو عن كل ما يخص الحمل خارج الرحم. وجابت سؤالنا ممكن يحصل حمل خارج الرحم، وهنا اعلن الجنين تمرد ان هو ما يكملش في الرحم ويكمل في اي مكان تاني غيره. الحمل خارج الرحم فيه بيلتصق البويضه المخصبه في مكان خارج تجويف الرحم، وده بيحصل بنسبه 2% من اجمالي الحالات. عاده المكان ده بيبقى داخل قناه فالوب او اماكن تانية زي المبيض، تجويف البطن او عنق الرحم، وده بيكون لعده اسباب، منها التهابات شديده في قناه فالوب، التهابات في منطقه الحوض نتيجه عدوى زي مرض السيلان وغيره، ممكن بعض الامراض المنقوله جنسيا. اعراض حمل خارج الرحم ممكن تكون مشابهه لاعراض الحمل العاديه، منها تاخر في الدوره الشهريه، الم في الاجزاء السفليه من البطن، اختبار الحمل بيطلع ايجابي ولكن بيكون فيه نزيف شديد في المهبل. وللاسف مضاعفات الحمل خارج الرحم ان نمو الجنين مش بيكمل، فممكن يخرج الى البريتونيوم اللي هو البطن، ممكن يعمل نزيف جوه بالاضافه لالام في البطن. ممكن الحمل ده يتوقف عن التطور ويقوم الجسم من امتصاصه ويختفي تماما. للاسف لا قدر الله ممكن يحصل عقم، وده ثبت ان حوالي 10 15% من الستات اللي حصل لهم مره قبل كده حمل خارج الرحم بيبقى عندهم صعوبه ان هم يحملوا مره ثانيه. بنقدر نشخص حمل خارج الرحم عن طريق السونار المهبلي، وساعتها مش بيظهر كيس الحمل جوه الرحم، انه بيكون خارج الرحم، وعاده بيكون في قناه فالوب في اغلب الحالات. وده بيتم علاج الحمل خارج الرحم عن طريق ان احنا نتخلص من الحمل، وده بيكون عن طريق كده حقن بتنزل الحمل، بيكون ليها شروط معينه في الاستخدام، منها الحمل بيكون موجود بيكون صغير، مستوى هرمون الحمل بتاعك قليل، مفيش نزيف في البطن، او ممكن نضطر ان احنا نستأصل جراحيا جزء من قناه فالوب باستخدام منظار. المنظار له دور كبير في حوار الحمل خارج الرحم ده. السؤال دلوقتي، اقدر احمل تاني يا دكتور بعد حمل خارج الرحم اول مره؟ طبعا تقدري تحملي تاني لو حملك حصل خارج الرحم. حمل خارج الرحم مش معناه انك خلصت كل فرصك حملك بشكل سليم، بس هقول لك بعض النصايح اللي لازم تهتمي بيها عشان ما يحصلش حمل خارج الرحم تاني مره. متابعه مستمره لحالتك، بلاش تاخدي منشطات من غير رجوع للدكتور، تمشي على خطه العلاج اللي تقدري تتجنبي فيها الحمل خارج الرحم. لو في اي التهابات في الجهاز التناسلي تتعالج كويس جدا. اخيرا لو مريتي بتجربه حمل خارج الرحم قبل كده، على الاقل هنستنى 6 شهور لمحاوله الحمل مره تانيه. ان شاء الله تحملي تاني حمل طبيعي بكل امان وسهوله.